انسألت هالسؤال والحين بجاوب. راح امشي بتلفوني على التولز اللي موجودة عندي على المكتب واقول شلون تساعدني في صنع المحتوى اللي قاعد تشوفونه بقناتي بيوتيوب واكاونتي بانستغرام. بسم الله. نبدي مع اول مايك شريته اللي هو رود NT2A كوندنسر مايك، من اجمل المايكات اللي استخدمتها وسجلت فيها لفترات طويلة. بعدها ويت خذيت الاضافة الجميلة هذه، مايك الارثوركس ايثوس. عجبني شكله صراحة وشفته عند وايد من الناس اللي أنا أثق في رأيهم. شنو اللي عجبني فيه أكثر شيء؟ إن أنا قاعد أحاول أبعد عن الدايناميك بنفس الوقت. أبي كوندنسر مايك، أبي الحساسية والدقة في التقاط الصوت هذه، بس مو بحدة NT2A. أبي شيء أهدى، وهذا هو المايك الصح اللي أنا كنت قاعد أدوره. مغبر شوي. PSA-1 من شركة رود. هذا هو الستاند اللي عليه المايك، أقدر أحرك وأوديه في الاتجاه اللي أنا أشوفه مناسب لما أي أسجل. تأكد يا عزيز أن الهدف من هذا الفيديو مو أن أنا أبيع لك، بس هذه السماعة اسمها جانلك AT30C. تقدر تسوي ريسيرش وتعرف كم سعرها، بس هل المخرج يحتاج سماعة في هذه القيمة؟ خلني أقول لك. إذا أنت تشتغل مع مهندسين صوت وأغلب شغلك في صوت، وعندك ساوند ديزاينرز، عندك ناس قاعد تشتغل لك على الصوت وتدز لك فاينل فايل يبون يسمعون رأيك فيه، لازم أنت على الأقل تسمع في بيئة صح، بالتول الصح اللي تقدر بعدها تعطي ملاحظات وملاحظاتك تكون في محلها. أما إذا بتسمع بإيربودز وتعطي ملاحظات، بعد ريسيرش عويص أقدر أقول لكم أن سماعة السوني MDR 7506 سماعة معتمدة من كل استديوهات الصوت، واشوفها في كل مكان، في كل فيديو كواليس، في كل فويس اوفر استوديو لازم هذه السماعة موجودة. بس عيبها ان لما تشتريها لازم تشتري لها بريميوم ليذر بادز، لان اللي يون معاها يتنتفون بسرعة. اقدر احط لك لينك وين تقدر تطلب هذيل البادز مع السماعة عشان توفر على نفسك وقت. هذيل السماعات دقيقين جدا، اللي تسمعه فيهم أعلى من اللي راح ينسمع بالتلفون أو بأي مكان. عشان تأكد أن شغلك صح وطالع منك صح، تسمعه بالسماعات وتسمعه هني، وتأكد أن أنت you're delivering top notch quality. لما أنت تسجل في مايك صح وتسمع في هيدفون صح ومانيتر صح، تحتاج ساوند ديفايس صح. أبولو توين اكس من شركة يونيفرسال أوديو، هذا الساوند ديفايس اللي أنا استخدمه حق كل ماي كلاينت ورك، حق يوتيوب، أي شيء أسجله وأنا قاعد هني. سمعت صوت بطني؟ يات. ساعات يونك بروجكتس الديدلاين مالهم وايد قريب والشغل وايد ثقيل، تحتاج أن أنت تبرد على نفسك لأنه يصير حر ساعات. وهني أبيكم تباركولي لأن أنا حولت دافنشي. بس مو هذا موضوعنا الستريم دك. هذول 32 زر كلهم شورت كاتس حق تحكم داخل برنامج دافنشي. إذا أنا أبي أسوي بلاي، وهذا من إلى ستوب، وتحط إنه أبي أسوي بالأدت بيج، إيش بسوي؟ قولوا لي شو نسوي. زوم إن بالتايم لاين، زوم اوت، وهكذا. فاهميني؟ هذه الشورت كاتس حق دافنشي. هذا الجهاز مفيد، يختصر وقت، تقدر تحط كل الأشياء اللي أنت متعود تستخدمهم دايما، ويفكك من هني وهني أسرع لك. أنا لما أقعد قدام الشاشة عادي أغيب، أقعد 12 ساعة وكانت عيني تحرقني اللي تنفجر. شنو كان الحل؟ الحل هذه النظارة. واحد، لأنها it blocks blue light. شلون أوريكم؟ شايفين الإضاءة؟ it blocks blue light، فهذه تحمي عيني وتخليني أقعد ساعات أطول بدون ما أحس بأي ألم بعيوني بعد ما أخلص وأنا شغال. 2، أعفسها، دوسها flexible، ويعني ضد الصدمات، وما أتوقع أن أنا ممكن أروح حق نظارة ثانية بعد هذه.
اللي على طاري الهارد درايفز، شنو الهارد درايفز اللي تستخدمونهم؟ احنا للحين نستخدم الساندسك 4 تيرا بايتس مع الليبلينج، هذا شيء اساسي. سمعتوا عن ال 8 تيرا بايتس، يقولون انهم بطيئين بالنسخ، فعشان كذي احنا للحين متمسكين بال 4 تيرا بايتس. اذا حد استخدم ال 8 تيرا بايتس اكتب بالكومنتس عرفنا ايش قاعد يصير بالدنيا. اذا عندك احد تقول عنه شايلني على كفوف الراحه، فهذا اللابتوب هو اللي شايلني على كفوف الراحه. بتقول فولي كاستمايزد، اعلى المواصفات، لا، ستاندرد فيرجن. حتى الساعه مالته 256 جي بي، ما يشيل حتى فيديوين من اللي قاعد اصورهم حق يوتيوب، ولكن ركبوا فيه هارد درايفات ليش ستار فيهم أكبر البروجكتس اللي اشتغلت عليهم ومنتجتهم عليه، ولا أفكر غيره لأنه عزيز جدا. أنا من صرت يوتيوبر شلت موضوع الشاشتين وصرت بس بشاشة واحدة، وإذا أبي شاشة ثانية أشوف عليها الفول فيد فأحطها هني بالآيباد وأشوف كل اللي قاعد منتجه هني، وهني أشوف التايم لاين. هني عندنا ال FX3 راكبة عليها عدسة الجي ماستر 2470 2470. اي نعم، هذا اللي اصور فيها الانجل مالي الاساسي مال يوتيوب. ابل كيبورد، تراك باد. ليش التراك باد والماوس مع بعض؟ في هذا المكان بالضبط اللي هو فوق سير الساعة يحوشك الكاربل تانل بين من كثرة استخدام الماوس في هذا الشكل، فتحتاج ان انت تنوع بين فترة ثانية اذا انت تقعد بالساعات على الجهاز. اتوقع ما يحتاج اقول لكم ايش كثر يعز علي هذا المنتج، عندي منه وايد وما استغني عنه، وين ما اروح لازم يكون معاي واحد اثنين. لما اصور وانا قاعد بالمكتب ما ابي اقوم كل شوي اطق ريكورد وارد اقعد، او يكون عندي ابلكيشن اسوي الريكورد من خلاله، يطلع واير HDMI من الكاميرا يدش بقطعة صغيرة اسمها كام لينك 4K، منها يدش باللابتوب، تصير الصورة عندي هني، عندي كامل التحكم على الفيد اللي طالع من الكاميرا، والريكورد والستوب هني عن طريق برنامج اسمه OBS. هذا الكتاب أنا جدا مستمتع وأنا قاعد أقرأ، وأنصحكم أن أنتم تقرونه لأن في معلومات جميلة ومفيدة، ويبين ليش احنا قاعدين نسوي هذا الفيديو. عدل في عندي منتج أنا شاريه من زمان وكنت وايد هاملة والحين عرفت قيمته، الرود وايرلس برو. شريته وركنته على جنب، ورحت خذيت بالمقابل هولي لاند، حتى ما أدري شنو اسمه. هذول أسجل فيهم on the go إذا كنت بمكان ما أقدر أشيل معي العدة اللي وريتكم إياها على المكتب. صديقي الصدوق مع قلم رصاص، هذا من أهم الأشياء اللي تكون على المكتب. تعلمت شيء جديد كتبته، فكرة جديدة طلعت تنكتب، هذا معاي وين ما أروح. أي شيء جديد يطرق ينفتح ويتدون. السنهايزر MKE 400 حطه على الطاولة، أخذ الواير ماله ركبه بالترانسميتر اللي هو الرود اللي تونا شفناه، ريكورد، وأنا جاهز إني أتكلم، والمايك هذا قاعد ياخذ صوتي بأفضل جودة. كان ودي أصور هذا الفيديو في هذا الاختراع، بس في عيب ان حد يصور 3 دقائق ويفصل الفيديو. نخش هذه حق فيديو اقصر ان شاء الله في المرات القادمة، لان قاعد ينزل لها ابديتس، حرام ان انا ما استغلها حق اليوتيوب شانل. وبس يا جماعة، هذا المكان اللي انا اقضي يومي كله فيه، اسلم بروجكتس، اطلع بافكار واخلص، وهذه هي التولز اللي انا استخدمها. اتمنى الفيديو كان مفيد، وشكرا لكم، شكرا لمشاهدتكم، واشوفكم باذن الله قريب. هذا المايك مجرد ما اشغله it automatically connects حق الابليكيشن اللي انا قاعد اصور لكم منه هذا الفيديو كامل. ما احتاج ان انا اركب USB-C قطعة عشان تستقبل الاوديو من المايك الى الريسيفر اللي على التلفون، لا، المايكات الثانية اللي عندي كذي، ولكن هذا الابديت جميل، اقدر اشحن تلفوني وبنفس الوقت اسجل كواليتي اوديو على التلفون من خلال الوايرلس كونكشن اللي صاير بين هذا المايك والابليكيشن.